ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني قوي. انا النهارده قلت اعمل معاكم رقاق طري باللحمه المفرومه بطريقتي الخاصه. هشارك معاكم كل اللي انا بعمله بالتفصيل عشان يطلع معاكم احلى رقاق طري كل الناس هتدوقه من ايدكم. لو انتي اول مره تشوفيني، انا لورا. لو سمحتي روحي اعملي اشتراك للقناه بتاعتي ولايك وشير لو الفيديو عجبك. بصي، الرقاق وصفه مميزه. احنا عندنا في مصر اول يوم في عيد الاضحى بيبقى البيوت المصرية كلها عاملة رقاق باللحمة المفرومة. فأنا حبيت إن أشارك الفيديو معاكم وهقول لكم كل التفاصيل. بصوا لونه حلو إزاي، طالع مقرمش وفي نفس الوقت طري جدا من جوه. هقولهولك بأسهل طريقة، لو أول مرة تدخلي المطبخ هيطلع معاكي ناجح جدا. بس أهم حاجة تكملي معايا الفيديو وتشوفي كمان التريك اللي أنا عملتها اللي نقلت الطعم في حتة تانية وخلت لون الرقاق وطعمه أكتر من رائع. على ضمانتي الوصفة دي، ولما تجربيها قوليلي رأيك بصراحة. أنا هنا جبت نص كيلو رقاق طري. أنا هنا بقطعه بالطول عشان الصينية بتاعتي بيضاوية. لو الصينية بتاعتك مدورة مش بتقطعيه. النص كيلو حوالي 6 أو 7 ورقات، بتحطي 4 تحت و3 فوق. أنا هنا دهنت الصينية بتاعتي زبدة أو سمنة. الرقاق ما بيتحطلوش زيت، وكل ما كانت نوعية الزبدة أحلى كل ما كان طعم الرقاق أجمل وأحلى. هنا أنا بدهن أول ورقة زبدة أو سمنة بس عشان خاطر ما تلزقش في الصينية بتاعتي، وبعدين هتأكد ان انا دهنتها كويس جدا جدا وكمان الحروف عشان ما تلزقش. بعد بقى ما دهنتها هنجيب الشوربة بتاعتنا. الشوربة اي نوع شوربة عندك، طبعا كل ما تكون دسمة اكتر كل ما الرقاق هيكون طعمه احلى. هنا بعد ما جبت الشوربة بتاعتي، بصوا بقى ما تخافوش خالص من الخطوة اللي جاية وجربوها على ضمانتي، فعلا بتخلي طعم الرقاق وبتخليه طري. حطيت على الشوربة نص كوباية لبن، وكمان هحط عليهم بقية الزبدة اللي عندي. هسيب بس شوية كده في الآخر عشان ندهن آخر ورقة مع بعض. ما تخافيش، اللبن مش هيغير طعم الشوربة، بالعكس هيخلي طعمها أحلى بكتير. وبعدين أنا هدوق حياء الشوربة. لو بعد ما حطيت اللبن محتاجة شوية ملح وفلفل، بس أنا هنا كانت مظبوطة عندي. هبتدي ابل الورقه. على فكره انا الشوربه عندي كانت سخنه، ولو انتي بتعملي كذا صينيه كل ما الشوربه عندك تبرد لازم ترجعي تسخنيها تاني. وبعدين الرقاق الطري ممكن تعمليه من بدري شويه، ووقت ما تكوني عايزه تسويه تسويه، مش زي الرقاق الناشف ممكن يبوش او يطرى قوي منك او يطلع مش مظبوط. بُصّي، أنا عارفة إن أنتِ ممكن لحد هنا تكوني شُفتِ الوصفة قبل كده، بس أنا عايزة أقول لِك كمّلي معايا للآخر. أنا هاعمل فيها حاجة جديدة وما كنتش متخيلة إنها هتنقل الطعم للدرجة دي وهتفرق. آخر مرّة عملتها كل اللي داقها بيقول لي: "عملتِ إيه حاجة مختلفة." بس أنا ما رضيتش أقول لهم، وقُلت لهم اللي بيحبني يتابعني ويشوف على القناة عشان يعرف أنا إيه مختلف عملت. بعد هنا ما خلّصت نُص الكمية، أنا حطيت كده كذا معلقة شوربة ولبن على الرقاق بتاعي بس مش كتير عشان ما يطراش. شربي الورق عندك كويس جدا من اللبن والشوربة، بس ما تكتريش عشان ما يطراش منك. كمان هقولك على حاجة، لازم تجيبي الرقاق الطري من حد يكون فريش عنده عشان يطلع مقرمش وجميل. هنا بقى حطيت اللحمة بتاعتي وبحاول كده اضغط عليها عشان تلزق في الورق عشان ما تقعش مني وقت ما باجي اقطعها. وطبعا يعني كتري في اللحمة، الرقاق بيحب اللحمة المفرومة كويس جدا. وعايزة اقول لكم انا جربته بحشوات تانية كتير، بس لا، اللحمة المفرومة احلى حاجة في الرقاق. وبعدين هارجع برضه أبِل الورق بتاعي. على فكرة أنا حطيت الشوربة شوية في الميكروويف لأنها كانت بردت، الجو ساقعة الأيام دي فبيبرد الحاجة بسرعة. فأنا رجعت دفيتها كده شوية في الميكروويف وبارجع أحط الورق تاني. بصوا أنا باحاول أساوي كويس جدًا عشان يطلع شكل الصينية حلو. وهنكرر نفس الخطوات بتاعتنا، إن نحط الورق في اللبن والشوربة ونرجع نحطه في الصينية لحد ما نخلص الكمية بتاعتنا كلها. بصوا بالراحة، خدوا وقتكم. الصينية مش بتاخد وقت خالص، بس أهم حاجة تمشوا على الحاجات اللي احنا اتفقنا عليها. دي آخر ورقة هنا أنا بحاول أحطها كده في الصينية، بس هنا ما دهنتهاش لسه أي حاجة. هي دي اللي بتقفل شكل الصينية من فوق. يعني حتى لو الورق اللي تحت مكسر أو مقطع مفيش مشكلة، اهم حاجة ان اخر ورقة تكون سليمة ما فيهاش اي حاجة عشان تطلع شكل الصينية عندك حلو. انا هنا كنت ولعت الفرن بتاعي على درجة حرارة 200، وكمان ولعت الشواية. الرقاق بيقعد من 10 ل 15 دقيقة على حسب الفرن بتاعك. انا الفرن بتاعي هادي شوية فهو قعد ربع ساعة. كمان هقولك لو انتي مش من مصر، في بديل للرقاق اللي هو العيش السوري او عيش الصاج. ينفع جدا يتعمل بالطريقة دي وانا جربته قبل كده وتقريبا شبه الرقاق جدا. انا هنا خلصت الصينية بس لسه ما خلصتش الوصفة بتاعتي. اوعي تكوني سبتيني، لسه اللي جاي هو المهم.
بعد هنا بقى ما خلصت الصينية هنقطع صينية الرقاق بتاعتنا. قطعيها قبل ما تخش الفرن، بتكون احسن ومش بتتكسر منك. أنا عايزة أشكر كل الناس اللي بتتفاعل معايا وبتتفرج على فيديوهاتي وبتدعمني وبتجرب الوصفات بتاعتي وبتقولي هي قد إيه حلوة. وكمان لو في حد بيسيب لي نصيحة بنبسط منها جدا، وأنا بتابعكم بنفسي وبرد على الأسئلة وعلى التعليقات وبشوف كل حاجة بنفسي. قد إيه أنا مبسوطة، أنا ما كنتش متخيلة إن أول ما هعمل فيديوهات هلاقي تفاعل، بس بجد بنبسط جدا معاكم. وهنا اللي أنا كنت وعداكوا بيه، الخطوة المختلفة اللي هتغير صينية الرقاق خالص. بعد ما صينية الرقاق خدت لون، أنا دوبت معلقتين قشطة كبار في معلقة لبن، وهبتدي أدهن بيهم وش الصينية بتاعتي. هدهنهم كويس جدا، ولو انت بتحبي القشطة ممكن تزودي شوية، مفيش مشكلة، بس أنا بقولك إن هما معلقتين كانوا كفاية جدا عشان ما تبقاش دسمة قوي. هاخد بقى الصينية واحطها تحت الشواية لحد ما تاخد لون. بصوا بقى التريك دي بجد مش هتلاقوها عند اي حد تاني، ودي اول مرة حد ينزلها. جربوها وشوفوها ودوقوها وعلى ضمانتي بجد هتاخد صينية الرقاق في حتة تانية. انا جربتها وبقت ادمان. بصوا يا جماعة الحلاوة، بصوا اللون عامل ازاي، بصوا صينية الرقاق قد ايه كده شكلها يجنن. انا كان نفسي كلكم تبقوا معايا وتدوقوها، بجد كانت حلوة قوي. الوصفة جميلة وسهلة وبسيطة، واظن ما خدتش وقت خالص. انا عايزاكي بقى تجربيها بالطريقة دي وتقولي لي رأيك فيها بصراحة. ولو انتي اول مرة تجربي الرقاق بالطريقة دي، لو سمحتي سيبيلي في التعليقات وقولي لي ان الطريقة عجبتك او لا، او كانت دسمة. بس انا بقولك ان الطريقة كانت خطيرة. بصوا قطعة الرقاق طالعة لونها جميل، مستوية حلوة جدا. هتشوفوها معايا قد ايه هي مورقة طرية جدا من جوه ومقرمشة من بره. بجد كان طعمها خرافي، عجبتنا كلنا وبجد حلوة جدا. هستنى تعملوا الوصفة وتبعتولي وتقولولي ايه رأيكم. يا رب فيديو النهاردة يكون عجبكم. استنوني في وصفات تانية كتير، وكل وصفة طلبت مني على القناة بوعدكم ان انا هعملها لكم وهنزلها لكم قريب. بس اهم حاجة دايما تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب للقناة بتاعتي. بحبكم.